مساء الفل يا عم جمال. تسمع بس حضرتك لو ينفع يعني تقول لي اروح ازاي عيادات الامل، وما تقوليش قال لك فين ولا قال لي اي حاجه، لانه ما قاليش. الله يبارك لك، ما حدش قال لي حاجه. انا جاي عندك انت عشان انت اللي تنقذني. هو مين ده يا ابني اللي قالك وما قالكش؟ ايه ده يا ابني كده وقول لي، انت اتأخرت على ميعادك ليه؟ والله يا عم جمال انا هنا في المنطقه عندكم بقالي ساعه ومش عارف اعمل ايه بصراحه، ولا عارف اروح فين. طيب يا ابني انا هوصف لك ازاي تروح ميدان الشفا. هتمشي كده على طول، تخش تاني شمال في تالت يمين، وبعد كده هتلاقي ميدان تلف حوالين الميدان 4 مرات، وبعد كده تمشي على طول هتلاقيه في وشك. الله الله الله، وايه الوصفه الغريبه دي يا عمنا؟ وبعدين عيادات الامل اساسا مش عيادات الشفا، انت بتوصف لي الوصفه دي وتقول لي عيادات الشفا كمان؟ لا مؤاخذة يا ابني، عيادات الامل مش عيادات الشفا. طيب، دي وصفة سهلة خالص يا ابني. بص يا حبيبي، هتمشي كده على طول، هتلاقي ميدان، هتلفه مرتين بس، بعد كده هتلاقي شارع في وشك، تعد على صوابعك 50 خطوة. اه، واحفر بقى. احفر عند العلامه اكس عشان الاقي الكنز، صح كده بقى ولا ايه؟ انت مجنون يا عم جمال ولا في حاجه في دماغك؟ انت عيان ولا ايه؟ ليه يا ابني بتقول كده بس؟ ده أنا كنت هقول لك عد 50 خطوة، وبعد كده هتلاقي محل عم سيد الحلاق، هو ده بقى اللي هيدلك على المكان الصح. يا دي الليله اللي مش هتعدي يعني بعد خريطه الطريق دي اللي انت قلتها دي كلها، واللي انا اصلا نسيتها اساسا. هسأل حد تاني؟ يا دي الليله اللي مش عايزه تعدي. روح بس يا ابني، وخلي عندك أمل تلاقي عيادات الأمل، وعيش حياتك بالأمل. لا انا خلاص يا عم الحاج، خلاص انا فقدت الامل في ان اروح لعيادات الامل، وهقعد بقى عندكم هنا كده واعيش جنبكم هنا واتكاثر واتناسل وابقى واحد من هذه القبيله الغريبه.